السلام عليكم متابعي العزاز، معكم ايوب بلاكيور. في هذا الفيديو غادي نهضروا على واحد الموضوع مهم بزاف لاي واحد باغي يبدا التجاره، سواء اونلاين سواء في الواقع. والموضوع كيهضر على كيفاش نهضر مع الكليان. كما تشوفوا هنايا في هذه الصوره، كما قال لي الصديق خويا انا يوسف من بني ملال، شكرا بزاف على داكشي كتقدم لينا من افكار ونصائح. المهم بغيتك عارفه كيفاش تقول لنا كيفاش نهضروا مع الكليان. مع العلم حنا مبتدئين، وهذا الشيء اللي غنقول كيشمل الواقع وفي المواقع. الخواتات ما تركزوش ليا مع الصوره شنو تتبين، ولكن ركزوا ليا مع شنو غادي نقول. الصراحه في الواقع كاين بزاف ديال الناس عندهم منتوج مزيان، عندهم افكار، عندهم حماس، ولكن ملي كيجي الكليان كيتوتروا، يعني ما يعرفوش يهضروا معاه، ما كيعرفوش كيفاش يقنعوه. يمكن البيع والشراء تخسر بسبب الطريقه ديال التواصل. وهذا الشيء الخوج راه عادي بزاف في البدايه، يعني حتى الناس اللي دابا محترفين راه كانوا كيغلطوا في الهضره مع الكليان. اذا اليوم غادي نعطيكم قواعد بسيطه لكن في نفس الوقت قويه بزاف، الا طبقتيهم غادي تفرق معاك بزاف في التجاره ديالك، وانا متاكد من هادشي. اول حاجه خاصك تعرفها، ماشي ضروري تكون هدار ولا كما تنقولوا عارف تهضر ولا عندك شخصيه قويه باش تبيع. راه التواصل مع الكليان راه ماشي مسرحيه، وماشي لازم تبان انسان اللي كما تنقولوا خارق، زعما شي حاجه اللي ماشي عادي. والكليان حتى هو في بدوره راه ما تيطلب شي حاجه اللي مستحيل، تيطلب غير شي واحد يكون تيفهمو، يعني يهضر معاه باحترام، يجاوبو بوضوح. راه كاين لي المشكل، كاين بعض الناس راه تطرح عليهم سؤال بسيط وراه تيدير لك روايه قصه، فهمتيني. جاوبني على قد السؤال خويا، شحال هادي، واش هادي الجلد، واش هادي كذا، صافي جاوبني على. ما تقولش هادي جايه من فرنسا وحكا عرفتي وغرقات في البحر ومع غرقات وجبدات باش تعرف باللي راه السلعه شوف الكليان ما تيبغيش دوك القصص ديالك الخرافيه، تيبغي سؤال جواب وفي حدود وباحترام. يعني حتى الا كنتي خجول شويه، يعني كتحشم، تقدر تنجح في التجاره عادي. دابا نبداو باول نقطه، واللي هي نقطه مهمه حتى هي البدايه ديال الهضره. اول انطباع مهم بزاف، هادشي في العلاقات كاملين من غير التجاريه. كاين اللي كيبدا مع الكليان بطريقه ناشفه. تخيل دابا جيتي عندي قلتي السلام عليكم، شنو بغيتي اخو، شنو بغيتي، فهمتي؟ يعني كاين الفرق. وكاين اللي كيخلي الكليان يرتاح من الاول، مثلا مرحبا خويا، نقدر نعاونك، السلام عليكم، شنو حاجه كتقلب عليها، مرحبا اختي، عندنا موديلات زوينين بزاف، شنو هب الخطر، فاش نقدر نساعدك، فهمتي؟ يعني تتخلي الكليان مرتاح وتتخليه كما تنقولوا يبيع ويشري معاك، ماشي انت مع السلام مع شنو بغيتي كيفاش، فهمتي؟ يعني بحال هاد النوطات هادو راه بحال تقول لي سير خويا بحالك ولا سير اختي بحالك. دونك شوفوا الفرق. الكليان ملي كيحس بالراحه كيبقى ديما يهضر معاك كثر، وهنا كتزيد فرصه البيع. يعني قد ما هضر معاك الكليان كثر كتزاد فرصه ديال البيع. قيد عندك هاد الهضره حيتاش مهمه. سمع الكليان قبل ما تهضر، سمع ليه هو شنو خصو يقول ولا شنو بغى عاد انت هضر. وهاد النقطه راه بزاف ديال الناس كيغلطوا فيها. ما تخليش الكليان فرصه فين يهضر ولا فين يعطي الراي ديالو، لذلك اسمع منه، اسمع بودنيك عاد جاوب. اول ما الكليان يهضر التاجر كيبدا يشرح ويضغط عليه ويهضر بزاف. هادشي كما قلت لكم في الاول، يعني معايا الله تيقول لك خويا شحال هادي كذا، تتبقى عليه هادي مزيانه وهادي جايه من الهي والخارج وحق الباطو وصلات هنايا ودابزنا عليها انا وفلان وفلان، فهمتي؟ هادشي كما قلت لك، هاد القصص راه ما تيبغيهمش. خليه يكمل كلامه بعدا. مثلا الا قال لك باغي شي حاجه زوينه ولكن الثمن يكون مناسب، الله يجازيك بخير، هنا فهمتي شنو باغي، يعني باغي الجوده وفي نفس الوقت يكون الثمن اللي مناسب. يعني دابا تقدر تجاوبه بطريقه ذكيه. اما الا خليتي تيهضر وما سمعتيش ليه وغادي تبقى تهضر انت على شي حاجه اللي ماشي هو داكشي اللي سول، راه عرف من هنا راه التجاره فاشله عندك وما غاديش تبيع لك السيد. دونك دابا غادي ندوزو النقطه الثالثه واللي حتى هي مهمه، اللي هي ما تحفظش الكلام كامل. هاد النصيحه مهمه للمبتدئين. بعض الناس كيبغيو يحفظوا الجمل الاحترافيه بحال الروبوت، فهمتي؟ لا، هضر اخويا بطبيعتك، فهمتي؟ راه حيت انت في امر الواقع، يعني خصك تجرب، خصك تهضر، خصك تتعلم. ماشي داكشي اللي قال لك فلان وفلان خصك تطبقه بالحرف، فهمتيني؟
يعني اي واحد، اي زبون، راجل، بنت، دري، كيما دخل كيما هضرتي مع هذا تهضر مع هذا، لا راه كله شخصيته، كله كيفاش الطريقه ديال التعامل معه. دونك كون بسيط، كون حاول ما امكن تكون بسيط وواضح، وكل ما ارتاح لك الكليان كثر راه غادي تزيد فرصه ديال البيع. وغادي ندوزو للرابع حاجه اللي هي الثقه. والثقه كما تنقول الفيديوهات ديالي مهمه بزاف. الثقه راه ماشي تعني التكبر، فهمتي؟ الثقه راه تنعني بها ما توترش بزاف، يعني ما فهمتي، ما تبينش بلا راك مبتدئ، فهمتي؟ ثق في راسك وما تبانش محتاج للبيع، وهاد النقطه مهمه جدا. ما تبينش لذاك الكليان بلي راه الا ما شريتي عندي نتايا راه ما عرفت شنو، صافي غنخسر. عادي جدا اصاحبي، رزق الله، فهمتي؟ وما تبقاش كترجى الكليان يشري، عافاك خذ من عندي، عافاك كذا كذا. الله صاحبي راه تتبدل التجاره، عزاش عزك. مثلا الكليان قال لك نفكر ورجع، ما تقولش لا لا خويا شري دابا الله يحفظك وهذه قول لي اكيد خويا خذ راحتك، الا احتاجي شي حاجه رجع، مرحبا انا موجود، فهمتي؟ نخليه على راحته، وفي نفس الوقت تقول ليه بلا راه انا راه فهمتي بايع بيك ولا بلا بيك. غادي ندوزو لخامس حاجه واللي حتى هي واعره وغادي تحتاجها، كيفاش تجاوب على اعتراضات ديال الكليان. يعني الكليان ملي ما كتعجبوش مثلا تيقول لك هذه غاليه، لا، ولا تيقول لك بلاتي حتى نفكر، ولا ما عجبتنيش، ولا راه حق لقيت رخيص عند فلان وفلانه، انت زين انت غالي، فهمتيني؟ هنا التاجر المبتدئ تيتعصب، يعني تيبان فيه القلق، لكن التاجر الذكي كيبقى ديما ترونكيل. مثلا الكليان تيقول الثمن غالي، الجواب الاحترافي ديال الناس الحريفي، متفق معك اخويا، كل الجوده والضمان هما اللي كيعطيو الفرق. يعني راه رخيص عند فلان، ولكن ربما فلان ما تيعطيكش الجوده، ولا ربما راه ما تيعطيكش الكارونطي الضمان على هذيك القطعه. هنا تتبان بلي راه كاين الفرق ما بين انت وما بين داك الشخص الاخر، حيت كاين رخيص ولكن كاين الفرق في الجوده. بدون عصبيه، بدون نقاش طويل، ديما اختصر الهضره وهضر بذكاء. السادس حاجه اللي هي الصوت والطاقه ديالك. حتى الطريقه اللي كتهضر بها راه مهمه. الا كنتي معصب مثلا، كنتي مزروب، صوتك ضعيف بزاف، يعني تهضر بشويه ولا كتهضر بطريقه سلبيه، فهمتي؟ الكليان تيتقلق. حاول ديما تهضر بهدوء بشويه، تكون مبتسم، ضروري تكون مبشور اخويا، وضروري تكوني مبشوره اختي. ابتسامة في وجه أخيك صداقة، وتعطي طاقة زوينة، طاقة إيجابية عطي للكليان، فهمتي؟ يكون شوية ضحك شوية، فهمتي؟ ولكن في حدود، ركزوا مزيان في حدود. ماشي قلتلك أنا شرك فمك وبقى حالو تما، لا، فهمتيني؟ كل حاجة بالمعنى. الناس راه كيشريو الراحة النفسية قبل المنتوج. راه ربما انت عندك نفس القطعه، الاخر عنده نفس القطعه، انت ارتحيت عندك، الاخر ما ارتحيتش عنده. علاش؟ الطريقه ديال الكلام، الطريقه ديال الهضره، الطريقه ديال، فهمتي؟ يعني داك الشيء، دوك الحوايج البساط اللي تتقول لهم بساط راه تيلعبوا دور كبير. سابع حاجه اللي هي التواصل في الميساجات. مثلا كنتي كتبيع باج انستغرام ولا فيسبوك ولا تيك توك، يعني حاول ما امكن تفادى هاد الاخطاء، ما ديروش كونفرساسيون ولا في التواصل ديالك مع داك الكليان، ترد عليه بعصبيه، يعني فهمتيني؟ واخا صافي اختي دابا اختاري وحده صافي فراشي لي راسي، فهمتي؟ بنادم راه ما تيساعدش، راه غيخلص برزقو. تخلي الكليان ساعات بلا جواب، حكا بعذر اني ما ساليتش، حكا الخدمه، حكا شوف ما ساليتيش ندير اللي يجاوب، سالينا. ودابا غادي ندوزو لثامن حاجه، ولا ما عرفتش تسعة حاجه، صراحه ما ركزتش معكم في هذه النقطه هذه. الناس كيشريو منك انت قبل المنتوج، ركز عليها خويا. الناس راه كتشري من عندك انت قبل من داك المنتوج. الا ارتاح لك الكليان راه غادي يثيق فيك وغادي يشري عندك، وإلا ما تاقش فيك راه ما غاديش يشري من عندك، حاجه باينه واضحه. وإلا تاق فيك راه غادي يشري منك ماشي مره، ماشي جوج، وماشي حتى ثلاثه، يعني غيكون واحد الكليان اللي وافي عندك. وفي الاخير اخويا، الا كنتي في البدايه وكتخاف تهضر مع الكليان راه هادشي طبيعي. المهم تبدا، كل نهار غادي تولي احسن من النهار قبل. تواصل مهاره ماشي موهبه، يعني امكانك تعلمها، وكل كليان كيهضر معاك راه تدريب ليك باش تولي اقوى. الى عجبكم الفيديو خديتو منه شي قيمه، ما تنساوش اللايك والاشتراك، وكتبوا لي في الكومونتير شنو الموضوع اللي باغي الفيديو الجاي يكون عليه. تهلاو، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.